أختي ما كانتش غيانة من حملي، كانت عايزة واحدة من أولادي. أختي الصغيرة سارة عندها 24 سنة، ومن سنين وهي بتلف على دكاترة بسبب مشاكل في الخلفة. كنت دايماً بتعاطف معاها وبشيل همها كأنه همي، ولما حملت حسيت بالذنب بدل الفرح، كأني سرقت منها حاجة كانت مستنياها. لما التحاليل أكدت إني حامل في توأم، ولد وبنت، البيت كله اتقلب فرح، كله ما عدا سارة. كانت بتبص بطرف عينها وتعد التفاصيل، الهدايا، الأسامي، وحتى بطني. بعد الولادة وأنا لسه طالعة من العمليات تعبانة ومكسورة، دخلت سارة الأوضة، قعدت جنب السرير وفضلت ساكتة شوية، وبعدين قربت من السرير اللي فيه التوأم. مسكت البنت، مسكة طويلة زيادة عن اللزوم، وقالت بصوت واطي بس واضح: دي شبهي قوي، تحسي إنها طالعة مني. ضحكت ضحكة ناشفة، قلت لها ربنا يعوضك يا سارة، وأنا فاكرة إني بواسيها. من اليوم ده كل زيارة كانت أغرب من اللي قبلها، ما تسألش عني ولا عن جرحي ولا عن تعبي. سؤالها دايماً واحد: البنت عاملة إيه؟ ابتدت تقول جمل تخوف: انتي عندك 2، أنا ولا واحد. الولد هيكبر ويبقى شبه أبوه، بس البنت دي ليا، لو أخدتيها مش هتحسي إنها مش موجودة. كنت بقول لنفسي هي تعبانة، استحمليها، لحد الليلة اللي قالت فيها الكلام من غير هزار، من غير ابتسامة: خلصي حياتي واديني واحدة منهم. اتجمدت، قلت لها انتي سامعة نفسك؟ دي بنتي. ردت وهي بتبص للبنت: وانتي خدتي حقي من غير ما تسأليني. ساعتها فهمت إن الموضوع ما كانش غيرة، كان مقارنة، حساب، كأن الأمومة كعكة وأنا أخدت قطعتين وهي واقفة بتتفرج. مسكت بنتي وبعدتها عنها، وحسيت لأول مرة إن أختي مش شايفة بنتي طفلة، شايفاها تعويض. ومن اللحظة دي السؤال اللي ما بيفارقنيش: لو سبتها لوحدها معاها دقيقة زيادة، كانت هتطلبها ولا كانت هتاخدها؟